فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. صراحة 1.5 مليون شهيد هذا مو منطقي. موريتانيا بلد المليون شاعر، هم الحين أقل من 4 مليون، متى صار مليون شاعر؟ أنا من خلال بحثي البسيط بالموضوع هذا 156 شخص اللي قتلوا. هل يمكن التشكيك بأن الجزائر بلد المليون شهيد؟ أو هل من الممكن نزع لقب بلد المليون شاعر عن موريتانيا؟ هذا فعلا ما قام به الشاعر السعودي عبد الرحمن الشمري الذي فجر بتصريحاته عن البلدين زوبعة كبيرة على مواقع التواصل. أهلا بكم في هاشتاغات مع غالية. اعتبر الشاعر السعودي عبد الرحمن الشمري في مقابلة أجريت معه أن عدد شهداء الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي لا يمكن أن يصل إلى 1.5 مليون شهيد. فحسب الشمري لا يعقل أن تكون فرنسا قد قتلت هذا العدد من سكان الجزائر حينها، ولا يمكن لهكذا جريمة أن تكون قد حدثت في وقت كانت هناك فيه محاكم دولية وأمم متحدة. إذا قامت الثورة الجزائرية 1950 وكان تعداد السكان بالجزائر 8 مليون، هل يعقل أن الفرنسيين قتلوا؟ يعني هذه هولوكوست بصراحة. 1.5 مليون شهيد هذا مو منطقي. طيب ورا ما تطالبون تعويضات الحين إذا كان الكلام صحيح؟ أنا من خلال بحثي البسيط بالموضوع هذا 156 شخص اللي قتلوا. تصريحات الشمري دفعت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية لنشر بيان أكدت فيه على حرصها على منع أي محتوى يسيء إلى علاقة المملكة بالدول الشقيقة أو الصديقة، وفقاً لما جاء في نظام الإعلام المرئي والمسموع. حتى أن وسائل إعلام محلية تحدثت عن استدعاء الهيئة للشاعر ومقدم البودكاست الذي ظهر من خلاله قبل حذف الحلقة من المنصات. رواد مواقع التواصل انتقدوا أيضاً تصريحات الشمري واعتبروها مسيئة. فالسلطان الطمياط كتب مثلاً: لم يكن حديث الشاعر عبد الرحمن موفقاً، وارتكب خطأ جسيماً في الخوض في أمور بعيدة تماماً عن اهتمامه الشعري والأدبي، وتطرق لنواحي تاريخية وفلسفية كان ينقصه فيها التخصص العلمي والمنهجي. بدر كتب أيضاً: أجمل خبر التحقيق مع الشاعر عبد الرحمن الشمري على أثر تصريحاته المسيئة لبعض الدول العربية والطعن والتشكيك في مفاخرها، وهي رسالة لكل طلاب الترند والمتابعات. أما عادل الأشرم فدافع عن الشاعر بقوله: عبد الرحمن الشمري عبر عن رأيه الخاص فيه، وهذه قناعته اتفقنا أو اختلفنا معه. ما الذي جعل الجزائريين ينزعجون إلى هذا الحد؟ موريتانيا أيضاً نالت نصيبها من الشمري الذي نزع عنها لقب بلد المليون شاعر لأنه يرى أن هؤلاء في مكان آخر. موريتانيا بلد المليون شاعر، هم الحين أقل من 4 مليون، متى صار مليون شاعر؟ أنا عندي بنجد مليون شاعر، نجد الحالة مليون شاعر حاضر وبدو ومعاصرين الحين. الملفت أن الشمري الذي ذكر في معرض حديثه أنه أجرى بحثاً معمقاً حول الثورة الجزائرية أخطأ في تاريخ انطلاقها عندما قال إنها اندلعت في عام 1950 وليس في عام 1954. تلك الثورة التي تتحدث مصادر فرنسية عن مقتل حوالي 500,000 شخص فيها، بينما تقول المصادر الجزائرية إن عدد شهداء حرب التحرير وصل إلى 1.5 مليون شهيد.